مستجدات في حادثة غرق لاعبي اتحاد طنجة بالمضيق. كشف مصدر مطلع لقناتنا بحر المغرب أن الأبحاث عن لاعبي اتحاد طنجة لكرة القدم المفقودين لا زالت متواصلة من طرف البحرية الملكية والدرك البحري عقب حادث غرق وقع يوم السبت الماضي. وحسب المصدر نفسه فإن عناصر البحرية الملكية استعانوا بالمروحية وثام قوارب للبحث عن المفقودين، وهما عبد اللطيف أخريف وسليمان الحراق، بعدما تم إنقاذ 3 لاعبين كانوا على نفس القارب. وللإشارة فإن قاربا صغيرا كان يقل 4 لاعبين من نادي اتحاد طنجة لكرة القدم ومنخرط بالفريق تعرض يوم السبت الماضي للضياع في عرض البحر بشاطئ ريستينكا الواقع بين المضيق والفنيدق. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين ال5 كانوا على متن يخت في نزهة ترفيهية، بحيث توجهوا إلى عمق البحر مبتعدين عن الميناء، وما إن قفزوا جميعا لممارسة السباحة حتى أبعدت الرياح والأمواج عنهم اليخت لمسافة طويلة، عجزوا بعدها عن اللحاق به، ما تسبب في وقوع الفاجعة. وكانت إدارة نادي اتحاد طنجة قد منحت الإجازة الصيفية للاعبي الفريق بعد انتهاء الموسم الكروي، قبل أن يتم الحسم لاحقا في موعد استئناف التداريب الجماعية استعدادا للموسم الرياضي المقبل.